أعزائي المشاهدين، صباح الخير. أهلا بكم في استراحة الصباح واستراحة الرياضة. دايما بنحب نغير في التمرينات، رغم ان انا قايل لكم في الاول هنقسم البرامج بتاعتنا، لكن لازم ادي تذكرة كل فترة ان احنا لازم نعمل تسخين قبل كل تمرين. من التسخين اللي ممكن تعمله في البيت برضو التسخين بالدراجة. أعزائي المشاهدين، دايما زي ما اتفقنا التسخين مهم جدا. لازم تجهز عضلاتك للتمرين. وقلنا هنشرح تمرينات الجسم عضلة عضلة. بدأنا بتمرينات الاكتاف خلصناها، بدأنا في تمرينات الصدر بالبار العالي والمستوي. النهارده هنبدأ تمرينات الدمبلز والبلوفر. في حاجة مهمة جدا عايز تعملوها، تسجل لي كل تمرين من التمرينات اللي بنعملها. ليه؟ عشان تقدر ترجع لها لما اقول لك هنعمل تمرين اكتاف كذا، هنعمل تمرين بنش، تبقى عارف ايه التمرين ده وتجمع برنامج كامل مناسب لك. برضو لما تسجل الحلقة، تسجل التمرين، هتفيد إذا كان الزوج، إذا كان الأخ اللي مش موجود الصبح، هتفيده لبعد الظهر. نبدأ تمرين النهاردة بنش بالدمبلز عالي. برضو قلنا البنش العالي بيفيد عضلة الصدر العالية اللي هنا دي، بتخلي الصدر شكله مستدير وشكله جميل. نبدأ التمرين. ترجع على البنش بالشكل ده، تطلع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. تمرينات البنش العالي ممكن نعملها على مستويات مختلفة، وبرضو بفكركم مرة تانية حسب هدف اللاعب. محتاج تخسيس أو هدفه يعمل تخسيس أو يزيل الشحوم من منطقة الصدر، بيعمل تكرارات من 15 ل 20 تكرار بأوزان خفيفة. هدفه التنمية، بيزود الأوزان وبيعمل لغاية 8 تكرارات. ممكن مرة تانية نوريكم طريقة الأداء. ممكن بالشكل ده، وضع مختلف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. في حاجة مهمة لازم نعرفها، ان تمريناتنا كلها بتعتمد على الجولات، والجولات دي بتتقسم لتكرارات. مثلا بنعمل التمرين 3 جولات او 4 جولات 5 جولات، ده حسب برضو هدفنا من التمرين. اذا عايزين نعمل تمرين مبتدئ او تمرين متقدم او تمرين مكثف. في الحقيقة وصلنا رسائل أسئلة، وطبعا أشكر كل الناس اللي تجاوبوا مع البرنامج، وبرحب بأسئلتكم واستفساراتكم، وإن شاء الله بنجاوب على كل الأسئلة والاستفسارات عشان الكل يستفيد.
أعزائي المشاهدين، صباح الخيرات وأهلا بكم في استراحة الصباح واستراحة رياضة الصباح. النهاردة هنكمل تمرينات البنش بالدمبلز، ضغط الدمبلز من البنش المستوي. الحلقة اللي فاتت عملنا بنش عالي ضغط، النهاردة هنعمل بنش مستوي بالدمبلز. البنش المستوي بالدمبلز بيفيد عضلات الصدر الوسطى. في حاجة مهمة أحب أضيفها، إن الفرق بين البار بنش البار والبنش الدمبلز إن البنش الدمبلز بيدي مدى أكتر للعضلة. أنت بتنزل تحت كده بالشكل ده، تنزل تحت. البنش البار ممكن بس تنزل كده، يعني مستوى أقل. لما بتنزل بالدمبلز بيدي مدى أكتر للعضلة، أو بيدي فرصة أكتر للعضلة لتطول. لما بتقف تلاقي صدرك عالي بالشكل ده. هنبدأ التمرين. ترفع الدمبلز معاك، تنزل، تبدأ تعد 1 2 3